شعبنا يقاتل وسيقاتل وسيواصل ضد داعش بكل فصائله، بكل الخلفيات، مختلف الديانات، مختلف المذاهب، مختلف القوميات، مختلف المناطق العراقية. شيء واحد اسمه الدفاع عن سيادة العراق ضد داعش. ولم نكن نتمنى أن تشغلنا بعض الدول عن معركتنا الحقيقية. نحن نقاتل في العراق ليس فقط من أجل العراقيين، من أجل بلدانكم ومن أجل شعوبكم ومن أجل دول العالم كلهم، من أجل جميع هؤلاء. أمن الوفاء الآن أن نفتح معارك مع العراق الذي يبذل كل جهده من أجل الدفاع. داعش تتواجد في كل المناطق وفي أشرس خندق، والخندق المتقدم هو بالعراق، والعراقيون يلوون ذراعهم. كان من اللازم أن تتحشد هذه الدول وتقدم مساعدات. لم نطلب من دولة من الدول أن تقدم جنديا واحدا. لا نريد لأبنائكم أن يقاتلوا بدلا عن أبنائنا أبدا، لكن مجال المساعدة الغطاء الجوي والمساعدات الجوية والمساعدات المالية، خصوصا وأن العراق يمر بظروف استثنائية تعرفونها جيدا ليست من صنع يده. الأزمة النفطية اليوم أزمة عالمية نشرت ظلها على كبرى دول العالم، على روسيا وعلى دول أخرى. ماذا قدمت مجتمعات العالم وحكومات العراق؟ لا نريد دما لأبنائكم ينزف في أرضنا، بس ألم يكن من المروءة أن تقفوا إلى جانب العراق وتقدموا ما لديكم؟ والمأساة في عمقها أن تفتح معركة جانبية من الخلف مع العراق وهو ينهض بهذه المهمة. وشر البلية ما يضحك أنه نأتي إلى العراق لغرض الدفاع عن العراق ضد داعش. العراقيون يقاتلون ضد داعش، دماؤهم. نساء العراق يقدمن أولادهن من أجل الدفاع. لا يشتبه أحد، العراق ليس ضعيفا يقاتل، لكن العراق يستحضر ويذكر ويتذكر أن العلاقة التي تربطه بكم علاقات متشعبة ومتعددة، ويتطلع إلى حضوركم المسؤول وحضوركم القوي من خلال وقوفكم إلى جانب العراق.